يا أهلا وسهلا بكل مين عم يحضر هذا الفيديو. رح أقدم لكم ألذ وأشهى وصفة شوكليت كيك. منصلي على رسول الله ويلا على المطبخ. بوعاء أول شي رح أضيف كاسة من الحليب كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة، كاسة من الزيت النباتي، وكاسة من السكر. بعير كل المكونات بنفس الكاسة، هي رح تكون لإلي المعيار. الكاسة عندي بحجم 300 ملي. والكاكاو ضفت 3 معالق من الكاكاو الخام، ضفت عليها نص معلقة من القهوة سريعة الذوبان. هاي الخطوة اختيارية بس بتعزز نكهة وبتعطي طعم كتير طيبة. أنا أغلب وصفات الكاكاو بضيف فيها معلقة من النسكافيه أو معلقة بن عربي، بتطلع النكهة كتير طيبة. كتير القهوة مع الكاكاو بتعطي ميكس رهيب. وهلا بخلطهم لحتى يصير عندي القوام ناعم وكريمي. بحب أقول أهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعني من أي بلد كنتوا. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا جديد لقناتي. وإذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو ما كنتوا مشتركين، شو ناطرين؟ اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. تكبر قناتي فيكم وبمحبتكم. من بعد ما المكونات امتزجت عندي وصار قوامها كريمي، باخد 3/4 الكاسة وبقيمها على جنب لحتى تكون هي الصوص للكيكة. واللي زاد من الصوص رح أبلش إني أنا أحضر فيه الكيكة. أول شي عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، حسرة لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. بضيفهم فوق الصوص، ومن بعدها بضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الفانيلا، ورشة ملح صغيرة. وإن شاء الله كل المقادير رح تكون عندكم بصندوق الوصف إذا حبيتوا ترجعوا لها. وهلأ برجع بخلطهم منيح لحتى يمتزجوا كل المكونات مع بعضها ويرجع يتشكل القوام الكريمي عندي. من بعد ما خفقتن منيح وصار جاهز، هلا رح ابلش اني انا احضر الطحين. رح يلزمني للكيكة كاسة و3/4 من الطحين متعدد الاستعمالات. اهم شي باي كيكة انتو بتحضروها انكم تنخلوا الطحين منيح. هاي الخطوة كتير بتفرق معكم باي كيكة انتو عم تحضروها شو ما كان نوعها. واي تكتلات زايدة من الطحين ما بتنتخل معكم تتخلصوا منها. هاي الخطوة كتير بتفرق بهشاشة وطراوة الكيكة. وهلأ شوي شوي وتدريجيا ببلش اني انا اضيف الصوص فوق الطحين وحركهم شوي شوي لحتى يمتزجوا مع بعضهم. ومن بعدها بأي خفاق موجودة عندي، إن كانت خفاقة يدوية ولا كانت خفاقة كهربائية، بخلطهم. بتأكد انه يختلطوا منيح وما يبقى عندي اي طحين مو ممزوج مع الصوص. وهلأ صحن البايركس بحط له شوية زيت نباتي وبتأكد انه يندهن من جميع الأطراف والحواف. أنا طول صحن البايركس عندي 34 سنتي وعرضه 24 سنتي. بضيف الخليط على البايركس وبتأكد انه يكون السطح عندي ملس ومتساوي. بحاول اني انا اظبطه بالمعلقة. ومن بعدها كيكتي بتكون صارت جاهزة على الفرن على درجة حرارة 180. انا اخدت معي 20 دقيقة، طبعا بتفرق من كل فرن لفرن من فوق ومن تحت، بس تقريبا بتاخد معكم من ربع ساعة ل20 دقيقة. وهلأ صارت كيكتي جاهزة. عن جد الريحة كانت خرافية، ريحة كتير طيبة ولذيذة. وعالصوص صارت عن جد شي كتير كتير طيب. أنا هاي من أحب وأشهى الكيكات على قلبي، من زمان بعملها وبحضرها كتير بحبها. مكوناتها سهلة وبسيطة، ما بدها كتير تعقيدات، وموجودة بكل بيت، مو جاية من المريخ. هلا بعد ما طلعتها بحاول اني انا اثقبها واتأكد انه هي مستوية، وبنفس الوقت لحتى يدخل الصوص بقلبها ويتغلغل لازم الصوص حصرا نضيفه فورا من بعد ما انا اطلع الكيكة، لانه بتكون سخنة فبتشتش بالصوص. وإذا بتحبوا كمان تسقوها بشوية حليب كمان بصير، بس بالصوص يعني كافي وزيادة. وبالمعلقة أو بالسكين فيكن كمان الأطراف تفتحوها لحتى يتغلغل ويدخل الصوص لجواتها كمان، لحتى الأطراف كمان تكون مغرقة بالصوص مثل ما هلا عم بتشوفوا. وصفة ناجحة إن شاء الله 100%. عن جد جربوها ما بتندموا، كتير كتير رح تحبوها ورح تدمنوها. وعجنب لتصير بدرجة حرارة الغرفة تكون جاهزة للتقديم.
بعد ما صارت كيكتي جاهزة قطعتها ورشيت عليها كمان رشة من جوز الهند، وفيكن تزينوها انتو بالطريقة اللي بتحبوها. فيكن تحطوا عليها رشة من الفستق الحلبي او شوكولات شيبس او تتركوها على حالها كمان، ما بيأثر، بس لهيك لحتى تعطي منظر وشكل حلو. شكل وطعمة عن جد رائعة، ألذ وصفة كيك ممكن انه انتو تجربوها بهاي السهولة والبساطة. هاي قطعتها وعم فرجيكم قوامها، شوفوا القوام كيف هي اسفنجية وبنفس الوقت هشة ومرتفعة، عن جد كانت كتير طيبة، والصوص فيها كان طعمته كتير لذيذة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم، واذا حبيتوا وصفتي اكتبولي تحت بالتعليقات اذا بتحبوا هيك نوع من الوصفات، كتبولي رأيكم فيها. ولحتى تدعموني ما تنسوني من اللايك والاشتراك، وهلا بقلكم بأمان الله.